ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اولا طبعا عيد سعيد عليكم يا رب ويعود عليكم كده الايام كلها بخير. يا رب تنبسطوا وتستمتعوا دايما. النهارده طبعا انا مش عارف العيد النهارده ولا بكره، بس اعتقد هيكون بكره. الفيديو ده هدية العيد مني ليكم. هي هدية بسيطة يعني بس على قد ما اقدر. طيب زي ما انتم شايفين كمان في كاميرا جديدة، في تحديثات، ممكن بعد كده اعمل سيت اب ورا او سيت اب ورا، هشوف يعني هعمل ايه يعني. فخير في حاجات كويسة الشهر ده. بكرة هنزل لكم فيديو بعنوان خطة الشهر الجديد. بالنسبة للعيد يا رب تنبسطوا وتستمتعوا دايما كده، ده بالنسبة لي حاجة مهمة. هعمل ايه بقى؟ هنزل لكم كوبون خصم. هو نزل اوريدي على التليجرام ونزل على الجروبات بتاعت الفيسبوك، بس انا قلت الناس اللي مشتركة على التليجرام والفيسبوك هيبقى ليهم اولوية في حاجات. فاشتركوا واحد عشان احفزكم تشتركوا كمان عشان يبقى في كوميونتي. جروب التليجرام هو اكتر جروب احنا متفاعلين عليه. الناس كلها تسأل اي سؤال عليه، عندك مسألة. وانا مبسوط ان في ناس ابتدت تجاوب على بعض، يعني حتى لو انا مش موجود. الناس اصلا ابتدت تساعد، تديك انتات في المسائل، دي حاجه حلوه. احنا عددنا مش كبير لكن اكتف، ده بالنسبه لي مهم. اللي بيسال بيلاقي اللي يرد عليه. حلو. لا مش ناس كتير بتسال، بس اللي بيسال بيلاقي اللي يرد عليه، فدي حاجه حلوه قوي. طيب دي كده بالنسبه للجروبات. هديه العيد بقى طبعا انا هنزلها هنا. هو في هديتين للامانه. اول هديه انا نزلت كوبون 50% خصم. وهسيب لكم اللينكد ان بوست بتاع الموضوع ده. في حد من اصدقائي يعني اعرفه، هو شغال في شركه فاليو. هو صديق ليا، فهو ده يعرفني. بس انتوا عارفين لو الاصدقاء عارفين بعض ما بيشوفوش فيديوهات بعض قوي. يعني هو عارفني وعارف انا بعمل فيديوهات على اليوتيوب، لكن ما يعرفش القصه ايه. على فكره معظم اصحابي ناس شغالين في شركات كويسه قوي، انا بحبهم قوي وفخور بيهم جدا 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 يعني. يعني لو هتكلم من اول باشمهندس ماريو بهاء اللي عمل ريفيو على البوست، شغال في شركه فاليو. لو هتكلم عن باشمهندس عمر حامد شغال في فويس. باشمهندس بشوي عدلي شغال في لينكد. وغيرهم وغيرهم وغيرهم، دول اللي انا قلتهم يعني. فكلهم ناس ناجحه وناس شاطره. كلهم يا اما سينيور يا اما تيك ليد، ناس انا بحبهم جدا. واهم حاجه بالنسبه لي ان هم ناس طيبه واخلاقهم حلوه. انا بحبهم مش عشان هم شغالين ايه، انا بحبهم عشان هم اصحابي وبحبهم قوي يعني. فيعني المهم صديقي ده اللي هو ماريو بهاء دخل شاف البوست. انا اعرفه من زمان، ممكن اطلع معاه بودكاست اجيبها لكم في بودكاست لذيذ كده. فهو يعني في الطبيعي صعب ان لو انت عارف شخص تشوف فيديوهاته، لان هو ايه، صاحبي يعني بيبقى عارف بنقولها ايه. ساعات الناس بتشوف بتنبهر بيك اكتر لان صاحبك اللي عارفك صاحب ينبهر بيك قوي لان هو عارفك هارس الموضوع يعني. فلما دخل شاف الفيديوهات وشاف الموشن جرافيكس وبتاع كان مبهور. ليه؟ لان هو دخل راجع الحاجات القديمه. انتوا عارفين لو انت حتى في بوزيشن عالي كل فتره بتحتاج تراجع على الاساسيات، لان انت بتحتاجها يا اما بتحتاجها في شغلك. بتحتاجها لو انت هتعمل انترفيوهات لناس فهتحط مسائل. فدخل فكان مبهور بالشغل يعني. فطبعا هو نزل فهي ميكس. هو طبعا نزل قال ان انا صاحب الادمن، هو صاحبي يعني. فهو انا اللي صاحبه او يعني انا فخور ان هو صديقه وهو حبيبي جدا. فهو الراجل نزل على لينكد ان، سيب لكم البوست بتاعه تحت في الديسكريبشن. نزل لكم كوبون ب 50% خصم على اي كورس موجود على الموقع. الناس اللي ما تعرفش برضو الموقع يتم استعماله ازاي، هو انا قلت المعلومه دي قبل كده يا جماعه. الموقع بكل سهوله انت تدخل عليه تحط الكوبون تشتري. هوريكم البروسيس دي. هوريكم البروسيس دي تتعمل ازاي دلوقتي. الكوبون هسيب لكم اسمه هنا في الديسكريبشن وتحت في الفيديو. هو الكوبون اسمه ماريوز مارش 25. ليه ماريو مارس 25؟ عشان ده لصاحبي وهيفضل شغال طول شهر مارس اللي هو النهارده وبكره بس. فانت تلحقه يا ما تلحقوش. ملحوظه، الكوبون ده نزل على التليجرام بقاله 6 ايام. انا قلت اللي هيشترك في التليجرام ليه بريفليج او افضليه عشان اشجعكم تشتركوا. سمحت تشتركوا في التليجرام عشان الكومنات بتنزل عليه. هو الفيسبوك يعني حتى نزلت على الفيسبوك بس محدش بص على الفيسبوك اصلا. الناس كلها اشتركت من التليجرام. في التليجرام بيبقى اسهل، بيجيلك نوتيفيكيشن على الموبايل. فانزل على التليجرام على طول. طيب دي الهديه مني ليكم 50% خصم على اي كورس. وفتحت لكم حاجه اسمها باكجات. ايه الباكجات دي؟ دلوقتي انت لو حبيت تشتري اي كورسين في اي وقت عليهم خصومات. يعني اي مجموعه كورسات في اي وقت هتلاقي عليها خصومات. لو هتشتري الكريكولم كله عليه خصومات. ولكن طبعا اللي جاهز من الكورسات دلوقتي الاول والتاني، وانا قاعد شغال في التالت جامد جدا جدا. التالت هيبقى ريكيرجن ودي بي. الناس سالت ايه الفروقات بين الكورسات دي والكورسات اللي موجوده على اليوتيوب. انا هفتح دلوقتي واوريكم. يعني هفتح دلوقتي واوريكم ايه الفرق على طول. عامة خليني دلوقتي اوريكم الكوبون تستعملوه ازاي وكل حاجة. وزي ما انتم شايفين في تجديدات، في كاميرا جديدة، نحط سيت اب جديد. يعني استمتعوا وانبسطوا. وكل سنة وانتم طيبين يا رب كده دايما.
ودي من المحبة بينا كده. يلا كل سنة واخواتنا المسلمين طيبين، ونوريكم بقى تستعملوا هدية العيد ازاي نستعمل الموقع. طيب هو مبدئيا انت هتخش على mralgorithms.com. انت لو جيت كتبت كده على جوجل مستر الجوريزمز، الموقع بتاعي ما ظهرش، ما كان لسه ظاهر. انت لازم تحرجني قدام الناس يعني. ما كان لسه كنت كاتبه، عشان كتبته غلط لزقته في بعض. ما كان لسه ظاهر. هتظهر لك اول حاجه على فكره، يعني انا مبدئيا هظهر لك اول حاجه. تمام. فانا كمستر الجوريزمز هوم، هتلاقيني انا اول موقع بيظهر لك. اكتب بس مستر الجوريزمز فهتخش على الموقع عادي جدا. وطبعا دي صفحه اليوتيوب غنيه عن التعريف. هتكتب مستر الجوريزمز هظهر لك اول حاجه. الحمد لله ما حدش خد الاسم، عشان ما حدش هيسمي نفسه كده يعني. ما عدا انا طبعا. طيب عايز بقى انت تسال استعمل الكوبون ازاي. بص يا سيدي، الاول خليني اقول لك ايه الفروقات بين الكورسات دي والكورسات اللي على اليوتيوب. انت لو فتحت اي كورس من هنا وفتحت على اليوتيوب، اولا هتلاقي في فرق كبير في عدد الليسنز. ليه؟ واحد، عشان المسائل. انت في الفيديوهات هتلاقيني حل المساله مساله. مفيش حد بيعمل كده، انا بعمل كده. يعني ايه؟ يعني انا مثلا اول ليفل، انت لو فتحت شاهد كل الدورات انت هتلاقي ليفلز. ايه النت فصل؟ كان النت سريع والدنيا حلوه اول ما اجي اسجل، ولا مستر الجوريزمز تظهر، ولا انا هنزله كده عشان تشوفوا. اه طيب ادي ده. بالظبط، ده مثلا هتلاقي فيه فرق في عدد الليسنز. الفرق ده ليه؟ لان براكتس بروبلمز هتلاقيني مثلا الفيديو ده فيه 11 بروبلم. الفيديو ده مدته قد ايه؟ الفيديو ده لو انت فتحته هتلاقي مدته ساعه ونص او ساعه وتلت تقريبا، يعني على حسب المسائل بتاخد قد ايه. انا بحل مساله مساله وهتلاقيني مقسم الفيديو. طب اول 4 فيديوهات كده كده هتلاقيهم مفتوحين دايما. هتلاقيهم مفتوحين ينفع تشوفهم حتى لو انت ما اشتركتش في الكورس. الكورس طبعا بتاخده بيبقى لايف تايم. انت اللي بيشتري الكورس بيبقى عنده لايف تايم. يعني بيقعد معاك مدى الحياه. مش بقى ما فيش حاجه اسمها تشتري الكورس ويقعد معاك شهر، لا، هو انت بتشتريه مدى الحياه. الكلام ده موجود على فكره في سياسه الخصوصيه بتاعه الموقع او الشروط والاحكام. انا حاطط الشروط والاحكام وحاطط معاها سياسه الخصوصيه. ليه؟ عشان مكسل اعمل لها تاب جديده. ده الفرق بس. سياسه الاسترجاع، سياسه فوري، سياسه الخصوصيه، شروط الاستخدام، كل الحاجات دي انا حاططها يعني. ودي حاجه انا اتعلمتها برضو، ان انت لازم تحطها في السايت، واتعلمتها من فيديو الصراحه كنت بتفرج عليه، كان فيديو مهم يعني بالنسبه لي. طيب. آم، انت دول اول 4 كورسات بتيجي الفيديوهات كلها الكواليتي بتاعتها ايه؟ فول اتش دي. بتختار الكواليتي من هنا، عشان في حد في مره سالني السؤال ده، اغير الكواليتي منين؟ فالكواليتي من هنا اهو، من العلامه دي. خلي بالك انت، في ناس في كواليتي فوق ترجع تختار لي سبيد، السرعه. الناس اللي بتحب تضرب الفيديوهات حلو في 2 او في 3 او في 4. هو في 2 و4 واحد و75 واحد ونص، يعني ده موجود برضو. طيب الفيديو بتعمل ايه؟ بتكبره كده يا باشا، تعلي الكواليتي بتاعته. هات يا باشا كواليتي فول اتش دي وتبدا الفيديو. طبعا انا كاتب ان كل الفيديوهات بكواليتي فول اتش دي عشان الناس بتقعد تسال. لا وطي الصوت يا عم. طبعا هتلاقي الفيديوهات بتاعتي، طبعا اللوجو القديم قبل ما اغير دلوقتي انا عملت لوجو جديد وهويه بصريه جديده، بس ده اللوجو القديم يعني. هتلاقي اللوجوهات موجوده، بس هتلاقي مثلا في الكورس التالت انا مش حاطط ولا لا، حاطط اللوجو القديم برضه. هتلاقيني برضه حاطط اللوجو القديم مكمل بيه لغايه دلوقتي يعني، عشان ايه؟ يبقى فيه بس كونسيستنسي. ممكن ابقى اغير لكم اللوجو ده قدام، بس مش لسه هيدت الفيديو من الاول فعدوها يعني. طبعا الفيديو زي ما انت شايف انا وطيت الصوت على الاخر. الفيديو زي ما انت شايف الكواليتي بتاعته كويسه جدا، يعني فوق الكويسه، كله بالموشن جرافيكس. هنا انا بكلمك اصلا عن هتمشي على الدوره دي ازاي. لو حبيت راجع الكورس فيه PDF في الاخر، فكل كورس هتلاقي فيه ده. هتلاقي فيه كمان تليجرام جروب، بس تليجرام طبعا هيبقى مقفول. مش هيبقى مفتوح غير للناس اللي اشتركت في الكورس. ده ميك سنس، عشان ده بيبقى اولويتي. كده كده في جروب تليجرام مفتوح بابليك، بس ده طبعا برايفت بيبقى لكل كورس. دي حاجه. طيب، حاجه كمان، المسائل انا اتكلمت عنها، والمحتوى المحتوى بيبقى اكبر بكتير. يعني انت هتلاقي في حاجات كتير مشروحه حتى في الميثود نمبر ثيوري. الميثود نمبر ثيوري اللي هي اكبر، في فرق كبير قوي. طب الفرق بين ايه؟ افتح هتلاقي كريكلم هنا وكريكلم هنا مختلف. يعني مثلا حاجه زي الميثود نمبر ثيوري شرحت حاجه اسمها كونجكتورز، شرحت ماتريسيز، شرحت ثيرمز. يعني اصلا ماتريسيز والثيرمز والحاجات دي كلها ما شرحتهاش اللي هي تشاينيز مثلا ثيرم انا ما شرحتهاش خالص. في كذا ثيرم تاني. يعني في حاجات كتير قوي هتلاقيني شرحتها ما شرحتهاش هنا. ادفانسد داتا ستراكشرز هتلاقيني هشرحها في الكورس السابع. هشرح فيها الفينويك 3، هشرح التراي، هشرح سيجمنت تري. طبعا واحنا ماشيين في جراف هشرح الدي اس كيو يعني. وهنا لو نزلت هتلاقي الخصومات او الباكجات. لو عايز تشتري كورسين بنص السعر،
لو هتشتري فول تراك ما تشتريش فول تراك لو سمحت، ليه لسه بجهزه. ارجوكوا، الناس كلها دخلت اشترت الكورس الثالث. انا عارف ان الكورس الثالث مطلوب، اللي هو ريكيرجن ودي بي، ده الكورس الثالث، وعارف ان هو مطلوب، بس لو سمحت، هو ده بيحمسني ان انا اجهزه بسرعه، بس لو سمحت استنى جهزه. يعني هو في ناس الكورس الثالث في ناس حجزته كتير، حلو، ومش كتير، هو يعني 3 بس، ده كتير لان هو منزلش، انا وقايل ان هو منزلش، وفي ناس دخلت كتبت لي على التليجرام، هي عارفه انا في تواصل على التليجرام على طول، دي احلى حاجه. بس هي عارفه يعني في ناس حجزت الكورس التاني وحجزت ده عشان منتظرينه. ما تحجزوش تنتظروا، لان انت بتحط بريش ضغط على، انت بتضغطني انا ان انا اخلصه بسرعه، انت ذكي، هو ده صح، انا كده فعلا بضطر اخلصه بسرعه. حلو، فيعني عامه هو 52 فيديو، هو مش هيبقى 52، هو هيبقى 75 تقريبا، هيبقى طويل قوي قوي. الكورس ده حاليا هتلاقي اللي اترفع منه فيديوهات، الناس المشتركه هتلاقي اترفع لغايه هنا تقريبا، دول اللي اترفعوا. لكن انا عملت لغايه الريكيرجن كله تقريبا، لغايه المساله دي، دول اللي انا عملتهم، بس لسه ما رفعتهمش، لسه ما عملتهمش ابلود يعني. طيب الجزء اللي انت مهتم بيه، ازاي استعمل الكوبونات. طبعا ما نستعملش الكوبونات ارجوكوا على الكورس الثالث، عشان انا بجهزه، ما تضغطنيش تمام، لان كده كده هقعد فيه، يعني هو لسه مطول، انا ممكن اقعد فيه شهر او نص شهر على حسب. وانا لما بقول وقت بيمط مني، مش بمزاجي، لان انا بعمل لكم كواليتي عاليه، انا عايز الحاجه تفضل. في ميزه كمان، لو في اي حاجه انت لقيتها بقى، انت مثلا في حاجه لقيتها مش مشروحه، يعني مثلا انا شارح حاجه اسمها دي بي على بروبابيلتي، دي بي على جراف، ده طبعا في ليفلات ادفانس، في ليفل 6. لو في حاجه انت لقيتها بره ادفانسد مش مشروحه، الناس اللي اشترت الكورس تخش تكتب لي انا اشتريت الكورس وفي حاجه انا لقيتها بره مش مشروحه، هخش اعمل لك فيديو عنها. ما دي الميزه، الكورس بتاعي، الفيديوهات بتاعتي، فانا ممكن اعمل ابديتس على طول وانا شغال، وده طبيعي بيحصل على طول، في حاجه جديده نزلت هخش اعملها ابديت في الكورس. ده غير انه قدام بنعمه ربنا انا ناوي اجيب شهادات معتمده، بس لسه طبعا لما اكبر واشوف ادعم الكورسات دي ازاي. الكورسات دي لو هكبرها بقى اربطها، بدل ما هي اساسيات بس، عايز اربطها بحاجه كمان، احط داتا ساينس، ممكن اجيب حد من الباشمهندسين الكبار برضو يشرح لكم حاجه ويب، حاجه ليها علاقه بسوق العمل. انا بشرح اساسيات بس، لان خبرتي في سوق العمل مش كبيره، لكن خبرتي في الاساسيات والبروبلم سولفنج كبيره جدا، زي ما انت شايف، وانا غني عن التعريف في الموضوع ده يعني. حلو. يعني حته ايجو كده صغيره، بس ماشي. طيب دلوقتي الحته اللي انت مهتم بيها وانا سبتها في اخر الفيديو طبعا، اولا ما تنساش شير ولايك وسبسكرايب ارجوك، يعني بما انك وصلت لهنا. تعالى بقى يا باشا نخش ازاي احجز الكورس. طب انت عندك ممكن تحجز الكورس ده والكورس ده، اي كورس منهم، او تحجز الكورسين مع بعض. لو هتحجز الكورسين مع بعض خد باكج على طول، مش لازم تحط الكوبون، وكده كده الباكج ب 50%، ودي هديه مني ليكم ان هي هتفضل على طول، باكجات بعد كده تفضل على طول لمدى الحياه. هي كانت موجوده بس ما كانتش متفعله، انا فعلتها. طيب دوست اد تو كارت، بعد ما دوست اد تو كارت دوست فيو كارت. ثانيه بس اوريك تاني عشان في ناس بتقعد تسالني، في اد تو كارت وفي فيو كارت. انت هتدوس على دي مرتين، تفضل تدوس عليها، بعد ما تدوس عليها هتعمل فيو كارت يا باشا. هو اللي بيعمل معايا كده قدام الناس كان شغال فل وجربته وكان شغال عنب، على فكرة عيب. ماشي ماشي يا عم. طب هتيجي تختار بليس اوردر، هتحط اي عنوان، هتحط الحاجات دي، هتحط الايميل ادرس، هتحط اي عنوان لو انت عايز، يعني مش حوار. حط اي كانتري برضو مش فارقه، ده اوبشنال اصلا تمام. انا الحمد لله حاولت ما اخدش اي معلومات يعني عنك، غير المعلومات اللي هي نسيسيتي قوي، اللي هي الايميل والفون. انا كده كده ما بسيفش حاجه على الموقع عشان مش مهتم اسيف حاجه على الموقع. ده واحد اتنين، انا الامانه ده بالنسبه لي لود او مساحه كبيره، وانا لسه الموقع جديد، فانا بالنسبه لي مهتم جدا بالبروجرس بتاعك، مهتم جدا بالتفاعل بتاعك، مهتم جدا ان انت اشوف ايه الفيديوهات مثلا اللي فيها مشاكل معاك، وده بيبقى كله عن طريق تواصل التليجرام. حتى الان محدش بعت لي في اي كورس ان عنده مشكله، فده مش طبيعي. حلو. يا اما انا هطبل لي جامد جدا وقلنا انا جامد جدا، يا اما الناس مكسله تتواصل، يا اما الناس ما خلصتش الكورسات. دي برضو نقطه تانية، في ناس بتشتري الكورس وتكسل، لو سمحت ما تكسلش، بشجع الناس اللي هتشتري الكورس او بتشتري الكورس ما تكسلش ارجوك. تمام، بس الفكره ان ظاهر لي ان في ناس خدت 100% وما سالتش، بس الناس اللي خدت 100% كانت بتتابع معايا، ما كانتش بتسال، يعني ما كانش عندها اسئله كريتيكال، بس كانت بتتابع في النص اللي هو كذا كذا كذا. طيب احنا وصلنا لهنا برضو في التشيك اوت. الكوبون، احط انهي كوبون؟ احط الكوبون ده، الكوبون اسمه ماريوز، هسيبه لك كده كده في الديسكربشن، ماريوز مارش 25. طيب هتيجي هنا انت بتختار، هو مفيش غيرها اصلا عشان تختارها، هي هتبقى مختارها باي ديفولت. ايه كور سيتنجز ده؟ باي وذ ابل باي، ماشي، هو في باي وذ ابل باي، بس باي وذ ابل باي مش متفعله، مش شغاله اصلا، هتيجي هتكمل مش هتقدر تشتغل معاك. وهبقى اشيلها لك بما اني خدت بالي دلوقتي. اوكي، ده حد من الناس، ويت ا مينت، ما ينفعش تظهر في الفيديو. بيرسونال انفورميشن، هضطر اعمل لها اديت. ماشي هعمل لك اديت يا عم في الفيديو.
طب احنا وصلنا لهنا. بليس اوردر. هو ليه كل ده بيحصل وانا بسجل؟ في العادي ده ما بيحصلش وانا بسجل، بس انا العيد وانا اصلا لازم اسجل الفيديو ده هسجله. تمام. طب احنا وصلنا لفيزا ماستر كارد ميزه فوري، مفيش غيرها هتختارها، تدوس على بليس اوردر. بعد ما تدوس على بليس اوردر اللي هيحصل هيدخلك على صفحه فوري. الدفع بيبقى عن طريق ايه؟ فوري او فيزا او ميزه او ماستر كارد، يعني عندك حاجات كتير قوي تدفع بيها. طب هتختار ايه؟ هو كده هيعمل كده ويطلعك من صفحتي. ليه هيطلعك من صفحتي؟ لان انا اصلا ما مش انا المسؤول عن الدفع، يعني الدفع ما بيتمش على الموقع بتاعي، الدفع بيتم عند فوري. ليه؟ لان هم اشطر في الموضوع ده. ثانيا انت لو فاتح موقع جديد بيبقى هاصل او رخامه بالنسبه لك قوي ان انت تقعد عشان تجيب، اصلا انت لازم تجيب تصاريح عشان تاخد الكريدت كاردز من الناس، ولازم تروح تعمل قصه، وهيبقى في مساءله قانونيه جامده قوي لو حصل اي تسريب في البيانات من عندي. فانا بعمل ايه؟ بريح دماغي خالص واجيب حاجه اسمها سيرد بارتي. زي ايه؟ زي فوري، في بقى فودافون برضو، في مش عارف فودافون كاش. المهم انت رايح دماغك، وبرضو دي نصيحه لاي حد بيعمل موقع جديد، ريح دماغك وهات حاجه زي فوري، هات حاجه زي اي حاجه من القصص دي. في حاجات دفع كتير، هم بياخدوا طبعا نسبه، ولكن ده افضل عشان الامان للناس وليك، وفي نفس الوقت انت بتريح دماغك من حته الانتجريشن دي خالص. طيب، في هنا كريدت كارد، في هنا فوري يلو كارد. ما اعتقدش ان حد يعرف ايه دي، ولا انا حتى اعرفها، ولا حد معاه الكارت ده. لو معاك الكارت ده ادفع بيه، يعني انا ما اعرفش ايه ده، بس هو ده فوري. فوري عامله زي الكارت تقريبا يعني. طب انت هتختار ايه؟ بيبا فوري، اللي هي اكتر حاجه مستخدمه، اكتر حاجه الناس بتدفع بيها هي بيبا باي فوري. الناس بتعمل ايه؟ بتيجي هنا تدوس كونتينيو بيبا فوري، تدوس كونفيرم بيمنت، يجي لها ريفرنس نمبر. الريفرنس نمبر ده مكتوب ان هو 168 ساعه، بس انا بقفله بعد 24 ساعه. ليه بقفله بعد 24 ساعه؟ عشان ما حدش يعمل سبام. حلو، مفيش حد تخيف يعمل سبام، ولو حد دخل قعد يعمل لي سبام انا بقفله. تمام، يعني في حد يقعد يستنى ويعمل سبامات، هو بيعمل سبام مش كده يعني، في طريقه سخيفه كده، فانا بقفله عشان ما حدش يتذاكى عليا يعني. طيب فالاوردر ريفرنس نمبر هنا. طيب كود ويل اكسباير بعد 168، هو بيكسباير بعد 24 ساعه. 24 ساعه حلو، يعني بقى اليوم اللي يحجز فيه ينزل عند اي كشك، بتاخد بقى الريفرنس نمبر ده تحت عند اي كشك وتدفع. هو بيقول لك الثمن مثلا حاجز ب 1500، يقول لك 1500 وهكذا. طبعا ده 1500 على الكورسين، انا كده طبقت الخصم. دوست كلوز، هتيجي تاني هوريك برضو الخصم في التشيك اوت، هراجع على الخطوات. لا ده الكورس الاولاني انا ما حطيتش الكوبون. اوريكم برضو تاني الكوبون بيتحط ازاي مره كمان. الكارت يا باشا بتاعتي، الكارت امتي طبعا عشان عملت رجوع. وطبعا الموقع هيقرر دلوقتي ان هو هيخلي شكلي وحش قدام الناس وما يشتغلش كويس. ليه؟ عشان انا قررت ادفع قدام الناس، انما من شويه لما كنت بجرب قبل الفيديو كان شغال عناب. ماشي، شكرا. مش ذوق ده، مش اخلاق. يلا. بصوا، لو حصل معاكم المشكله دي اهو، عشان دي مشكله فعلا حصلت مع ناس كتير، اختفى او ما ظهرش اد تو كارت او اي حاجه، تطلع تعمل تسجيل خروج وتعمل تسجيل دخول تاني. تمام، بس كده بس كده. هتيجي هنا تسجل الدخول بتاعك عادي خالص. مهم. ثانيه واحده، انا ليه بعمل الهاصل دي؟ في باي جوجل على طول، خش بيها على طول. ده بالنسبه لي اريح واحسن سكيورتي، عشان بعد فتره في بوتات، يعني لو انت داخل بايميل عادي السايت بيعتبره بوت. يعني انت داخل بايميل ممكن بعد فتره يعتبره بوت، فما تخشش تحجز وتدفع فلوسك هيعتبره بوت. طب لو عمل السايت معاك كده ابعت لي على التليجرام، هخش اراجع عندي. هي دي احلى حاجه ان انا براجع عندي، هدخلك تاني على الموقع. بس لو سمحت ادخل بايميل عادي، لان بعد فتره لو انت داخل باي ايميل الموقع ممكن يعتبره بوت. تمام ماشي. طيب مره كمان مراجعه كمان، تدفع ازاي؟ تختار اي كورس. هذا الكورس هتحط بعد كده ملحوظه الكومون ده شغال لبكره بس، لاخر يوم العيد بس، الكوبون شغال لبكره بس، انا قلت اهو. هتيجي هنا. طبعا انا مختار الكورس ده، فمش هيرضى يعمل، لان انا المفروض يعني متسجل له ان انا اخترت الكورس ده. طب تعالى الكورس التاني، اعتقد متسجل له ان انا ما اخترتوش. بالظبط، اد تو كارت. ابقى اشيل نفسي من الكورسات. انا بحط نفسي في الكورسات عشان اشوفها كلها واشوف اليوزر اكسبيرينس بتاعتك هتبقى عامله ازاي، حلوه وحشه. المتابعه نشكر ربنا هتلاقيها كويسه قوي. هتيجي هنا تدوس كليك انتر يور كوبون. الكوبون ماريوز مارش 25. ابلاي كوبون. الكوبون ده ابلايد. تيجي هنا بليس اوردر.
الاوردر اللي اتعمل له بليسمنت بس بالخصم اتطبق بقى 750، تدوس باي هيدخلك على اللي اسمه ايه ده عادي خالص. برضو تختار واحده من دول، باي باي فوري او كريدت كارد او فوري يلو اللي يريحك. حلو. طبعا في كريدت كارد اللي هي فيزا او ميزا او ماستر كارد. باي باي فوري بتاخد الرقم ده بتنزل عند اي كشك، بتوديه للكشك وخلاص الموضوع منتهي. الكشك بيقول لك ادفع لي 750، بيبقى غالبا في 10 جنيه زياده من الكشك. انا مش عارف، حد يقول لي برضو لو حد دفع يقول لي هل الكشك بياخد زياده ولا فوري بيعمل ايه يعني. بس يعني ده عامه كده كل حاجه. ويعني انا كده خلصت القصه دي. طبعا زي ما انت شايف في كاميرا جديده، في تجديدات. سوري لو انا طولت في الفيديو ده، بس دي يعني حاولت اعيد عليكم حاجه بسيطه. كل سنه وانتم طيبين، استمتعوا بالفيديوهات وابتسموا، ويلا سلام. بيض عليكم كده الايام بخير. الكومون شغال لبكره، ابتسم واستمتع بيه. خش على التليجرام، التليجرام تحت ارجوك خش على التليجرام، لان في كومونات تانية هتنزل حتى بعد العيد. احنا العيد بتاعنا احنا جاي قريب، يعني احنا الصيام بتاعنا احنا صياماتنا مع بعض، فالعيد بتاعنا احنا جاي قريب، فانا هنزل لي العيد بتاعي. انا نزلت في العيد بتاعك، مش هنزل في العيد بتاعي. طب وانا عايزك تستفيد برضه في نفس الوقت. الكوبونات دي استفاده ليا، الناس بتشتري كوبونات وين وين. حلو. فانا هنزل اصلا قريب. طب هنزل فين بقى؟ مش هنزل على القناه، هنزل على التليجرام قبلها باسبوع. فيعني انت عندك هنا كوبونات هتقعد معاك يومين، الناس كانت نازله على التليجرام على البابليك عندهم قبلها باسبوع. ليه؟ عشان ده على التليجرام. وعلى فكره نزل لهم خصم كمان ما نزلكش، يعني في كوبون خصم نزل لهم ما نزلكش، مش هينزل لك، لان في حاجات بتنزل لهم مش بتنزل لك. فاشترك على التليجرام واشترك في كل حته، يعني فيسبوك يا ريت تشترك في كل حته، ده بيفرق معايا جدا. ابتسموا، استمتعوا بالفيديوهات، سلام.